السلام عليكم. هنعمل الكوكيز يا جماعة اللي ما اختلفش عليها حد. الكبار بيحبوها قبل الصغار، حاجة كده خيالية وبترفع هرمون السعادة عند الكل. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. كوبين كبار من الزبدة ونبتدي نسيحهم على نار متوسطة، وأول بمجرد ما تسيح معايا خالص أهدي النار خالص زي كده، ولونها يبتدي يغمق وتعمل بلبق بلبق كده بالظبط كده. نطلعها على طول ونصبها في حاجة علشان هي بتقعد تستوي مع نفسها، احنا عايزينها حلوة وما تمررش، وندخلها التلاجة أو الفريزر عشان تمسك نفسها. في الخطوة دي أنا كان عندي شوكولاتة عادية وشوكولاتة دارك واستخدمت الاتنين الحقيقة. ولو عندك شوكولات شيبس برضو تمام ممتاز قوي. أنا هنا فتفتها كده بإيدي وبالسكينة زي المبشورة، يعني أخدتها خليتها يعتبر أكنها شوكولات مبشورة. برضو أخدت شوية كده قطعتهم مكعبات كبار شوية وحطيتهم حوالي 5 معالق مثلا وسبتهم على جنب. هجيب السكر البني واعمله بالعسل الاسود. ايوه، هعمل الخطوة دي هتعمل لي سكر بني رائع من بالظبط اللي بنشتريه من عند الهايبر ماركت باسعار خيالية. احنا هنعمله بمكونين 2 فقط: سكر بودرة عادي ابيض ومعلقتين من العسل الاسود. شايفين انا بفركها ازاي بايدي يا جماعة؟ شايفين الخطوات؟ ركزوا في الخطوات، سهلة جدا ما بتاخدش معايا وقت. بفركها وبتطلع معايا لونها براون وذهبي كده، ومنتهى اللذاذة ومنتهى الجمال، ولا ندفع فلوس ولا نكلف نفسنا في البيت وبكل سهولة. انا عن نفسي ولا بشتري ولا بتعب دماغي، في خطوتين 2 بس اكون جهزت احلى سكر بني في الدنيا. معهم كده واسيبهم على جنب. جهز الزبدة بتاعتي، حطيتها في البولة اللي هي طلعتها من التلاجة وابتدي احطها في البولة اهي كلها. لو نزل سوائل ماشي، لو عملت مرتة من تحت عشان هي غلت مفيش مشكلة، كله تمام. هبتدي كده ادقدقها بايدي كده بالمعلقة بكل سهولة. بعدين احط نص كوب من السكر البودر والسكر البني 2 كوب زي ما قلنا، وهبتدي بالسباتيولا كده واعملهم مع بعض وادمجهم كويس خالص. يفضل طبعا بالمضرب الكهربائي، انا اقدر اعمل كده بكل سهولة، بس بالمضرب الكهربائي طبعا اسرع واسهل لي ووقت ومجهود طبعا. السكر البني نقدر نستغنى عنه، ممكن نستغنى عنه ونستبدله بالسكر الابيض ونحط مكانه معلقتين كبار من الكاكاو الخام. بس الحقيقه السكر البني بيفرق جدا 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 في طعم الكوكيز. بالظبط كده هبتدي اهو بنعمها. شايفين اندمجوا ازاي مع بعض، بس لسه كمان عايزاه سوفت عن كده كمان شويه. اضرب تاني. بالظبط هو ده القوام المطلوب اللي انا محتاجاه. شايفين العسل والقمر بقت سوفت كده وناعمة ومنتهى الجمال. ابتدي بقى ايه، احط بيضتين في درجة حرارة الغرفة، يعني يكونوا مثلا سايباهم ليا نص يوم برا التلاجة. احط نص معلقة صغيرة من الفانيليا واضربهم تاني لحد ما البيض يختفي. بعد ما اندمجوا كويس هبتدي اضيف المكونات بقى ايه الجافة بتاعتي، اللي هي 2.5 كوب من الدقيق ومعلقة صغيرة من الكربوناتو. نركز الكربوناتو، البيكنج صودا اللي هي مش البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة نشا. واللي مش عايز يحط نشا عشان حبيبها من جوه طرية ومن بره طرية مفيش مشكلة، بس النشا بيديها نسبة نشفان من بره وجوسي وطرية جدا من جوه وطعم خيالي للبسكويتس. وحطينا الشوكولات. احنا على فكرة مش بنعجن، احنا بس بنخلي الدقيق يندمج فيها مش اكتر. حسيت العجينة مايلة او سايلة شوية، حطيت لها معلقتين كبار من الدقيق. بمجرد ما اختفى الدقيق هو كده، هو ده المطلوب. شايفين الجمال؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه اهو. بس كده هبتدي ادهن الصينية بتاعتي واحطها كده في البولة بتاعة الايس كريم. لو ما عنديش بولة الايس كريم ممكن بالمعلقة يا جماعة عادي، مش هنوقف عندها يعني. ونرصهم ونعمل مسافة كويسة مظبوطة
واجيب الشوكليت اللي سبتها على جنب، القطع اللي قلت لكم عليها، ابتدي ارصها. انا بحبها كده وبتدي شكل وبرده بتدي طعم رائع الشوكليت من بره كده. بصوا حطيتها في الفريزر يا جماعه لمده نص ساعه. بصوا شايفين جمدت ازاي ومسكت. انا بحاول اخبطها لكم. بصوا بصوا ليه الخطوه دي مهمه يا جماعه، علشان ما تفرولش مني وما تفنش قوي. بصوا بصوا شايفين الجمال بعد ما طلعت من الفرن. يا لهوي، بصوا يا جماعة، لكم أن تتخيلوا وتتمعنوا معايا اللون الجميل والفنشة الحلوة اللي احنا عايزينها في الكوكيز، اللي هي الفنشة الطبيعية بتاعة القمر الكوكيز اللي بيتعمل في أفخم الأماكن وأعلى المخبوزات. وفي أوروبا كلها تلاقيها الكوكيز منتشرة بشكل رهيب، لأن هي فعلا من أجود أنواع البسكويتس اللي ممكن نعملها في البيت بكل سهولة وبأقل الإمكانيات. عملنا كمية مهولة. لكم أن تتخيلوا صينيتين يا جماعة، صينيتين والله كمية مهولة. أنا بروح الهايبر ماركت أجيب 4 قطع بس كوكيز، والله تعدوا 20 جنيه، تعدوا 20 جنيه. انتوا متخيلين؟ حقيقي أنا عملت أضعاف الكمية أو ال4 بسكويتس اللي بجيبهم من أي هايبر ماركت، بجودة عالية وبطعم خيالي وخرافي. جربوه، يستحق فعلا التجربة يا جماعة. منتهى اللذاذة، ولادك هيحبوه جدا جدا. انتي عن نفسك هتخلصيهم اول ما تعمليهم من طعمهم وريحتهم اساسا يعني. عايزة الفيديو ده انا تعبت فيه قوي يا جماعة. عايزة لايكات بقى واشتراكات وسبسكرايب. بصوا افرحوني ببسطوني.